السلام عليكم. في قضايا وحاجات كتير ومواضيع كتير بقت مهمة جدًا في الشارع الرياضي وفي الحديث السوشيال ميديا والكلام ده كله، بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة للأندية التانية، واللي بتبقى برضه من بعيد لبعيد كده ليها علاقة بالنادي الأهلي. لكن في موضوع كده مهم جدًا ما حدش اتكلم عنه أو ما حدش ادّى له الأهمية الكبرى، وهي طبعًا من بعد ما كابتن سيد عبد الحفيظ اللي هو اللي كان مساعد لكولر، يعني تم يعني الاستغناء عنه. كولر جاب مدرب تاني، هو أرجنتيني من أصل سويسري، وبكده يبان جدًا إن كولر طبعًا هو اللي يعتبر اللي ورا الإطاحة بسيد عبد الحفيظ. من الواضح إن هو مش فكرة إن هو يعني إن في مشاكل ما بينهم أو إن هو مش عارفين يتفقوا مع بعض، ولو ما كانوش عارفين يتفقوا مع بعض ما كانوش عملوا موسم تاريخي اللي هو الموسم 2023 أو 2022 2023 اللي فات، اللي هو حصدوا فيه تقريبًا كل البطولات يعني. لكن الموضوع من وراه هو إن كولر بيحاول يختار العناصر اللي هو بيرتاح معاها أكتر في التعامل، وده حقه، ده حقه طبعًا هو كمدرب، لأن هو أي نتايج النادي الأهلي هيعملها بعد كده هيتحمل هو تبعاتها، سواء كانت نتايج كويسة فهيتم الإشادة بيه ويتم وضعه في مكانة أعلى وأعلى من اللي هو فيها حاليًا، ولو كانت النتايج مش كويسة فبالتالي طبعًا هو هيتحمل هذه النتايج وممكن جدًا يتم الإطاحة بيه. فطبعًا كل الدعم لكولر أيًا كان النتايج، أيًا كان القرارات اللي هو بياخدها. آآ اللي خلّانا نتكلم النهارده عن شخصية المدرب اللي هو اختاره كمساعد ليه، هو نقطة معيّنة كده هنتيجي برضه هنتكلم عنها بعد ما ندّي بس الCV بتاع الراجل. الراجل ده اسمه خوان كارلوس برينجر، خوان كارلوس برينجر، ويا رب أكون نطقت اسمه صح يعني. هو زي ما قُلنا أرجنتيني من أصل سويسري. وكان ليه معرفة سابقة بكولر لمّا كان كولر بيدرب في سويسرا وتحديدًا في نادي بازل السويسري. المهم الراجل ده مواليد سنة 69، تمام، يعني هو عنده 54 سنة. بدأ كلاعب كرة في ملاعب الأرجنتين، اتنقل لكام نادي أرجنتيني كده، ثم احترف في الدوري السويسري، ولكنه مع الأسف الشديد اعتزل كرة القدم وهو عنده 21 سنة. وهو عنده كام؟ 21 سنة. آه، وليه؟ لأن هو حصل مشكلة عنده في الأربطة، فبالتالي ما قدرش يكمل كرة القدم. ثم اتجه بعد كده لإن هو يكون كشاف للاعيبة كرة القدم، والكلام ده كان بداية من سنة 1993، واشتغل في هذا المجال، ثم دخل في تدريب بعض الفرق اللي هي اللي هو 21 سنة، ومن ضمنها طبعا نادي كان بازل السويسري برضو دربه ل 21 سنة. وبعد كده أخد شوية مناصب تدريبية كمدير فني لأندية شبابية وللأندية الكبيرة أو الفريق الكبير للأندية. ولكن المحطة الأهم في حياته هو إنه كان مساعد مدرب لكولر لما كان ماسك نادي بازل السويسري في 2018. علشان كده الاتنين ما بينهم كيميا كده، والدنيا يعني في توافق ما بينهم، وده السبب الرئيسي اللي خلى كولر يختار في تدريبه في النادي الاهلي. طبعا كولر ما كان اول موسم ليه السنه اللي فاتت، فما كانش مثبت اقدامه قوي، فبالتالي هو صبر على المجموعه اللي معاه، لكن السنه دي حب ان هو يعني يعمل بقى التشكيله بتاعته، خصوصا ان هو في ثقه جامده جدا في كولر في الفتره الجايه. المشكله بقى اللي بتقابلنا مع هذا المدرب، رغم ان محدش لسه يعرفه ولا حد جربه، واكيد اكيد اكيد مش هنعرفه الا لما يبتدي يعني يعمل شغله معانا في الموسم اللي جاي، نبتدي نختبره مع كولر، وهل هو هيأثر على قرارات كولر التدريبيه والفنيه بشكل ايجابي ولا سلبي، ولا هيكون ما بين الايجابي والسلبي مش هيكون ليه اي تأثير يعني. كل ده هيبان طبعا في الموسم اللي جاي، وبرضه مش هيبان من ماتش السوبر اللي احنا مستنيينه الجمعه، مش اللي جايه، لا اللي بعدها ان شاء الله. الراجل ده كان من ضمن المحطات التدريبيه بتاعته، كان بيدرب نادي اسمه لوزيرين السويسري. لوزيرين
السويسري او لوزيرن السويسري، يا كده يا كده اللي انت عايزه براحتك يعني. المهم في سنه 2013 الراجل كان بيدرب هذا النادي. ومين في 2013 اللي احترف في سويسرا وقتها؟ كان اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، المهاجم الاول للنادي الاهلي. وهو كان وقتها كان بيلعب في انبي، وساب انبي وراح احترف في سويسرا، لكن للاسف هو ما وفقش في الدوري السويسري، وبالتالي رجع مصر تاني، كان رجع على الزمالك. المهم في الفترة اللي احترف فيها كهربا كان بيعمل مشاكل كبيرة جدا مع المدرب اللي هو كارلوس برينجر، ومع لعيبته وزمايله، لدرجة انه كان في تقارير صحفية كانت بتتكتب وقتها في الصحافة السويسرية ان هو لاعب غير ملتزم وان هو كثير المشاكل. ولدرجة ان كان في مؤتمر صحفي لكارلوس برينجر كان بيتكلم عنه وقال احنا حاولنا ان احنا نريحه بكل الطرق، حاولنا ان احنا حتى نستقطب او نجيب اهله وييجوا يعيشوا معاه، وحاولنا نوفر له كل الصور، ولكنه كان لاعب غير ملتزم. لذلك انه العلاقات ما بين برينجر وما بين كهربا وقت ما كان هو كان مدربه ما كانتش في افضل حالتها، بل كانت في اسوأ حالتها، لدرجة ان كهربا مشى وساب النادي. لذلك في سؤال مهم جدا، هل الوضع ما بين المدرب المساعد، وده طبعا منصب حساس جدا جدا في الفرقه يعني، اللي هو كارلوس برينجر، هيكون برضه لسه في نفس الحساسيه بينه وبين كهربا ايام ما كان المدرب بتاعه في سويسرا، ام ان الوضع هيختلف؟ اللي هيتحكم في الموضوع ده كولر. واكيد كولر لما اختار الراجل ده عشان خاطر يبقى مساعد ليه، اكيد كان عنده خلفيه مهمه جدا وقويه جدا على المشكله اللي كانت بينه وبين كهربا ايام ما كان المدرب بتاعه. فالايام اللي جايه، او على الاقل الكام ماتش الاولين في الموسم اللي جاي، هيحكموا طبيعه العلاقه اللي هتبقى ما بين كهربا وبين هذا الرجل، لان ده هيفرق جامد جدا في نفسيه كهربا، وبالتالي هتفرق في ادائه مع النادي الاهلي. وطبعا نتمنى انه ان كان كهربا في دماغه اي شيء او يعني ماضي يعني غير جيد مع هذا الرجل، ان هو ينحي المشاكل جانبا ويفضل ويقدم مصلحة الفريق عن اي خلافات. تمام. واعتقد في وجهة نظر يعني ان الوضع مختلف حاليا. اولا ده مش مدير فني الاول للفريق، هو مدرب مساعد. لا انكر طبعا اهمية المنصب. وتاني حاجة ان كهربا اعتقد انه وضعه كنضج لعيب طبعا دلوقتي غير لما في 2013 ايام ما كان لسه شاب صغير اكتر او اصغر صغرا من دلوقتي. فبالتالي ان كهربا عقليته اختلفت، وهذا الرجل طبعا كبر وعقليته اختلفت، فبالتالي التعامل بينهم هيكون مختلف. ويعني انا بحب دايما اكون في صف التفاؤل، وان شاء الله باذن الله ايا كان مين اللي بيمسك ايه، احنا يهمنا التيشيرت الاحمر، يهمنا اصحاب التيشيرت الاحمر، والتيشيرت الاحمر يكون في السماء دايما. واحنا داخلين على ماتش ان شاء الله كمان زياده عن اسبوع، ماتش ببطوله، ونتمنى كل ما هو جميل واجمل لاعظم نادي في الكون، النادي الاهلي. ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.